مصر بتستعد النهاردة للاحتفال بافتتاح المتحف الكبير، واحد من أهم المشروعات العملاقة في تاريخ مصر. العالم كله أنظاره بتتجه إلى مصر النهاردة علشان نحتفل بافتتاح واحد من أكبر متاحف العالم اللي بيعرض وبيضم الحضارة المصرية القديمة لأجدادنا المصريين القدماء. وفي وسط الحفلة الجميلة دي اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام المحترف في نادي ريال مدريد الأسباني نزل صورة ليه وهو بيرتدي زي المصريين القدماء، وكتب: هو أنا شبهي مصري؟ تخيلوا لاعب بحجم وقيمة بيلينغهام بيروج للسياحة في مصر. شوفوا كام مليون واحد متابع البيج بتاعته لما يبصوا على الحدث ده ويهتموا بيه. ترويج للسياحة لواحدة من أعظم وأجمل وأقوى الحضارات في العالم، إنها مصر العظمى. وفي وسط الفرحة الجميلة وحالة السعادة اللي حاصل بيها كل المصريين واللي قاعدين يغيروا صورهم بالملابس والزي بتاع أجدادنا المصريين القدماء، والتايم لاين على السوشيال ميديا كله عليه صور المصريين بمناظر جميلة مبهجة، يطلع لك كائن طفيلي يتدخل في حياة الناس ويقول: حرام عليكم التشبه بفرعون، واللي بيتشبه بيهم ليس منا. يا عم احنا مش بنتشبه بفرعون. طب لو كان في واحد فاسد احنا مالنا بيه؟ احنا بنتشبه بزي وحضارة اجدادنا المصريين القدماء. يعني لو في حد مثلا تفاحة بايظة، انا باكل دلوقتي موز وبرتقال، انت متضايق ليه؟ هو انا لازم اكون شبهك؟ انت بتتكلم باسم ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ انت مين علشان تقول للناس الحلال والحرام، الصح والغلط، وكأنك معاك مفاتيح الجنة والنار؟ للأسف أنا بعتب على الناس اللي لغت عقولها تماما وبقت بتسمع للشخصيات المتطفلة دي. انتوا اللي عملتوا ليهم قيمة وخليتوهم يتدخلوا في حياتكم وبقوا من كبار تجار الدين، بيتربحوا بالملايين من التجارة بالدين. كلنا عارفين الصح من الغلط، الحلال من الحرام، مش مستنيين واحد يتدخل ويتكلم وسيط باسم ربنا سبحانه وتعالى. سيبوا الناس تفرح والناس تتبسط بحضارة عظيمة، حضارة كانت بتبني، حضارة كلها علوم وفنون وثقافة وهندسة وعمارة، حضارة العالم بيدرسها في كل جامعاته، عرفت العالم كتير جدا من العلوم اللي قدروا يستفادوا بيها في كل المجالات. افرحوا يا مصريين، افرح يا مصر بالحدث العظيم ده اللي العالم كله بتتجه أنظاره إلى مصر النهاردة. تحيا مصر العظمى، وطن يسع كل المصريين بالحب والسلام. أما أعداء الحياة أصحاب الفكر المتطرف فإلى مزبلة التاريخ. تحيا مصر العظمى.